السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناه شيوات ايناس مع وصفه جديده وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم خمرات معمرين كيجيو ساهلين سريعين في التحضير اللي كيطيبوا في اله ديال بانيني. غادي نحتاجو في الحشوه، غنبداو ان شاء الله بالحشوه هي الاولى. غادي نحتاج واحد شويه ديال الزيت، غادي ناخذ واحد 3 الحبات ديال البصل اللي كيكونوا شويه كبار. خديت هاد البصله هاد البيضه كتذوب دغيا دغيا. غادي ناخذ واحد 3 الحبات ديال الجزر اللي غادي نحكهم هكا بشكل طولي، وغادي ناخذ 3 الحبات ديال القرعه الخضراء حتى هي اللي غادي نحكهم هكا بشكل طولي. غادي نوضعوا المكونات ديالنا كلها فوق واحد النار مهيله، نخليوها حتى تذوب لينا واحد شويه، وعاد ندوزو باش غادي نزيدو التوابل ديالنا، وغادي نزيد عليه واحد طريفات ديال الدجاج، صدر ديال الدجاج. ممكن انكم تعملوا كفته، ممكن انكم تعملوا بيبي لا داند. المهم كتبقى حشوه اختياريه فقط، كيبقى مجرد اقتراح. غادي نزيد واحد شويه هنايا ديال صدر ديال الدجاج مقطع هكا طريفات صغار، وغادي نزيد من بعد كما قلت لكم التوابل ديالي، وغادي نخلي الحشوه ديالي طيب على نار مهيله. من بعد غادي ندوز باش غادي نزيد واحد شويه ديال الحار. بالنسبه للحار انا زدت غير شي شويه، ممكن تستغناو عليه، ممكن انكم تزيدوا اكثر. راكم عارفين مع وليدات الصغار ما كيبغيونيناش الحار، دونك الحار زدت غير واحد الكميه قليله، ما زدتش بزاف. بالنسبه هنا كما كتشوفوا معايا راه هذه شرموله المعتاده عندي، راني ديجا شاركتها معكم في واحد الفيديو سابق. صراحه كتعطي واحد اللذه زوينه لاي حاجه طيبناها، كنزيد فيها ديك الشرموله ديالي، صراحه كتجي لذيذه. زدت واحد شويه ديال الحار كما قلت لكم، ما كثرتش بزاف. زدت واحد طريفات ديال الزيتون عندي، هذا مشرمل ديجا حتى هو حار صافي. وغادي نخلي الحشوه ديالي غادي طيب، وغادي ندوزو باش نوجدوا العجين. صافي هنايا غادي ندوزو باش نوجدوا العجين ديالنا. بالنسبه للعجين ديال المخيمرات عندي انا معتاد صراحه، ما كنزيد فيه لا زيت لا سكر لا حتى شي حاجه، كنعمل العجين ديالي عادي وكيجي غزال عن تجربه زعما دائمه. بالنسبه للكميه انا خديت 3 الكيسان ديال العنبه ديال الفينو، انا كثرت الفينو على الدقيق الابيض، وغادي نضيف معاه كاس واحد ديال الدقيق الابيض، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، والملح على حسب الذوق. صافي غادي نجمع العجين ديالي بالماء الكافي، ما نخليوش قاصح بزاف وما نخففوهاش بزاف باش تعطينا الوقت اننا فين غادي ندلكوها. صافي غنجمع العجين ديالي، غادي ندلكو مزيان مزيان، وصافي عجينه عاديه يعني ما كتحتاجش منها حتى شي حاجه. غندلكها فقط مزيان وغنخليها غادي تخمر. صافي بعد ما دلكت مزيان العجين ديالي انا غنخليه هنايا، غندهنو بواحد شويه ديال الزيت، وغادي نخليه حتى يخمر على خاطرو. من بعد عاد ندوزو باش غادي نشكلو به كويرات. هنا صافي كيخمر لي العجين ديالي، غندوز غادي نشكلو كما قلت لكم. غندهن شويه يديا بالزيت وغنشكلوه على اساس بحال الا كنعملو هكا رغايف. كما كتشوفوا معايا العجين ديالي عرفتي جا هكا كيدير فقاعات، صراحه مدلوك مزيان. غادي نشكلوه بحال الا كنعملو رغيفات بهذه الطريقه هذه. صافي غادي نشكل العجين ديالي كامل ونرجع معكم باش نبداو نعمروه. من بعد ما شكلت العجين ديالي كامل صافي كما قلت لكم غنبداو نعمروهم. ملي كنعمروا بالحشوه ديالنا كنقرصوا فقط غير واحد شويه، او ممكن انكم ما تقرصوهاش كاع، لانكم ملي كتوضعوها في الاله ديال البانيني راه صافي راه هي من دايتها لراسها كتبسط هكا بوحديتها. صافي غادي نبدا نعمر الحشوه ديالي، غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نطيبهم، وخليكم بتشوفوا الشكل ديالهم بالاخير.
المخيمرات ديالي هما بعد ما وجدتهم كيجيو رائعين رائعين رائعين. والصراحه كيوجدوا في واحد الوقت وجيز، يعني دغيا دغيا كيوجدوا، ممكن انكم تخليوهم حتى لاخر ساعه وتوجدوهم